جبت لكم اليوم أكلة من جبال ولاية تيبازا، وكي نقولوا تيبازا نقولوا البحر والغابة الخضراء. حشيش كويرات، أكلة من عادات وتقاليد ناس تيبازا. مكوناتها حشاوش واللي كنا بكري نقطفوهم من الغابة، نبتة ببراس بنتا، ومع كل حشيشة ذكرى وحنين ليامات صغر. زمان وفي يناير كانت كل عائلة تتفنن في إعداد هذه الأكلة، واللي مكوناتها الحشاوش اللي كنا هدرنا عليهم في بداية الفيديو، ونزيدوا عليهم قزبر معدنوس ونعناع والبصل الخضر هذاك تاع وقته، ثوم، نسكرفت وحبيبة طماطيش، زيت وتوابل، وكاين اللي يزيد لهم الخليع، الملح، ويتقطعوا رقاق كما راهم موضح في الفيديو. ومن الأحسن تقطعيهم بالموس وما ترحيهمش في الأشوار باش الحشاوش تاعك ما يطلقوش الماء ويجي ذوق تاعهم رايح المرورية. نطموهم بسميد لحرش كامل، وتبقاي تحكي بيديك حتى وين تنطم كرة بين يديك كري. وبعد تساقط الأمطار كانوا ينوضوا هاد الحشاوش هذوما في الغابة، وكانوا يروحوا يقطفوهم بعد ما يحبس المطر، واللي كانت فيهم ريحة وبنة ما نلقوهمش في الحشاوش تاع دركا، على خاطش دوكا راهم يزرعوهم في المزارع عكس زمان وين كنا نجيبوهم من الغابة. على هكذاك كل واحد منا عنده ذكرى مع هذه الأكلة، وبالإضافة لبنة هذه الأكلة تعتبر أكلة صحية ومفيدة خاصة في فصل الشتاء، واللي يعتبروها جدتنا أحسن من لقاح الإنفلونزا. بكري كاين اللي كان يديرهم دقيق تاع الشعير، وكاين اللي كان يديرهم دقيق تاع القمح، وحاليا رانا نديروهم بسميد الحرش. بعد ما كملتهم درتهم كرات كما راهم موضح في الفيديو. ندير قديرة تاعي تغلي، بعد ما تغلي نحط الكسكاس ونخليهم حتى وين يفوروا، نغطيهم ونخليهم حتى وين يفوروا ويطيبوا كامل هذوك الحشاوش والبصل اللي درناهم فيهم. وما لازمش نكثروا فيهم سميد بزاف باش ما يجوناش معجنين. كل منطقة كيفاش يحبوا ياكلوهم، وكل منطقة كيفاش يقدموهم، ولكن الأهم أغلب بلديات ولاية تيبازا يحبوا هذه الأكلة ويعرفوها. كاين اللي يدير لها رشة زيت زيتون وياكلها، وكاين اللي يحبها بالبصارة تاع الفول والعدس. أنا عن نفسي نحبها بالبصارة اللي نطيبوها فول وعدس. وانتوما كيفاش تحبوها؟ وأسكو كنتوا تعرفوا هذه الأكلة؟ وإذا راكم حابين تتعرفوا على عادات وأكلات ناس تيبازا ديروا متابعة، راني جيتكم سلسلة من المطبخ الشنوي الأم نصري التيبازي بمناسبة يناير، وشاهدكم في الجنة إن شاء الله. دمتم إلى الملتقى، مع السلامة.